حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. ايه هي الحاجة اللي الست المتجوزة بتاخدها من جوزها بتبقى مختلفة عن بيت أهلها؟ البيت مثلا، ما هي كانت قاعدة في بيت مع أهلها، ما كانتش قاعدة في الشارع. اللبس، ما هي كانت بتلبس وأبوها بيجيب لها وهي بتشتغل وبتجيب. الأكل، ما هي كانت بتاكل في بيت أهلها، ما كانتش يعني مجوعينها، عايشة عيشة كريمة. السؤال هنا، ايه اللي بتاخده غير المسؤولية والتعب والألم؟ حتى العيال بتبقى متعة للراجل وتعب للست. فكر بعقلك شوية وشوف انت بتديها ايه بالظبط. ما تبقاش عامل زي الروبوت اللي في حياتها، اللي بيقدم أكل وشرب وبس. الجواز ميثاق غليظ، ما ينفعش تهدر حق مراتك. ليها عليك حق نفسي وجسدي، ربنا يحاسبك عليه لو قصرت فيه. يا أخي، الكلمة الطيبة صدقة، ما بالك بقى لو تصدقت بلين الكلام لأهل بيتك. في النهاية، عايزة أقول إن الستات سهل تتراضى، بس مع الشخص اللي يستاهل ويقدرها ويحس بيها ويراعي ربنا فيها. الصوص بالنساء خير، ولاك وشير لو بتحب الخير.